عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بكره ان شاء الله الغدا هيكون كوارع، وانا لما بكون تاني يوم هعمل كوارع فبحب اسلقها من قبلها بيوم. يعني عشان اضمن ان هي تكون مستويه من اول يوم. رغم ان انا هسلقها في حله ضغط، بس برضو ايه يعني كزياده امان. كنت عملت قبل كده معاكم فيديو كده للكوارع او طريقه سلقها، بس في كذا حد كتب لي مثلا كومنتات او بعت لي ان الكوارع مهما سلقوها بالطريق يعني بكل الطرق برضو بتبقى زفره مثلا. فقلت يعني فرصة انا كده كده هعملها، فعملها معاكم كده ايه، اقول لكم شوية حاجات تاخدوا بالكم منها قبل ما تسلقوها، سواء مرحلة النقع او السلق نفسها وكده. ده هنا عندي جبت يعني دول الكارعين صغيرين. حطيتهم اول حاجة غسلتهم بس شطفة صغيرة، ونقعتهم ايه في مية عادية من الحنفية. المية دي هنحط عليها شوية ملح، يعني ملح حلوين كده، شويه ملح حلوين، وكمان عصير ليمون حبه كده حلوين. انا هنا استخدمت الليمون الجاهز. بس طبعا الاحسن تستخدموا ليمون فريش، وتسيبوا القشر بتاع الليمون في الميه بتاعه النقع لمده ساعتين او اكتر، يعني سيبوها على الرخامه كده لمده ساعتين لحد قبل ما تسلقوها، وقبل ما نبدا مرحله السلق اللي هي برضو فيها اكتر من مرحله. دي اول حاجه. بالنسبه بقى يعني ازاي ممكن نشتري الكوارع او نعرف ان هي تبقى كوارع كويسه. اللون بتاعها من الجزء اللي تحت ده يبقى ده اللون، الجزء اللي تحت تعرفوا ان هي كوارع طازه. تمام. تاني حاجه، وانتوا بتشتروا الكوارع ابدا ما تشتروش كوارع اللي هي فيها شعر تحت الجلد ده، لان ده مهما حاولنا بعد كده نشيله مش بيتشال ابدا بسهوله وبيبقى برده موجود. فالكوارع تجيبوها من الراجل نظيفه يبقى فيها شعر، اللي هو كده كده يبقى فيها شعر يعني، بس يبقى شعر بسيط قوي تقدروا تشيلوه بكذا طريقه. الشعر البسيط اللي في الكوارع نقدر نشيله بكذا طريقه. اول حاجه ان احنا ممكن نحرقها على النار. يعني بنجيب عين بوتاجاز صغيره بنفتحها وبنحط كده ايه، نمشي كده الكوارع بسيط بطريقه بسيطه عليها، هنلاقي الشعر الموجود الصغير ده بدا يتفرفت معانا وكده، يعني خلاص ما بقاش فيها شعر. وتاني حاجه بقى، لو الشعر ازيد شويه بس برضو يبقى الشعر اللي هو طالع بره مش اللي تحت الجلد، بنجيب مكنه حلاقه اللي هي الاستخدام الواحد، بنشيل بيها الشعر ده. ودي طريقه برضو حلوه جدا وبستخدمها كتير لو الشعر زي ما بقول لكم زياده شويه. بعد ساعتين تقريبا من النقع حطيتهم على النار، يعني صفيت الميه بتاعه النقع وحطيت ميه جديده، وهحط عليهم توابل دي 7 بهارات وفلفل اسمر وحبهان، وبرده ورق لورا. وهسيب يعني هغطيها واسيبها ربع ساعه تقريبا، او عامه لحد ما تغلي كده شويه، بعد ما تغلي بشويه وبعدين هطفي عليها وهاخد الميه اللي فيها دي واصفيها تاني وهقول لكم نعمل ايه. دلوقتي بعد ما خدت الغلوه الاولى صفيتها من الميه بتاعتها واديتها شطفه صغيره كده، وحطيتها بقى يعني في الحله اللي انا هسلقها فيها. انا هسلقها في حله ضغط، ممكن تسلقها طبعا في حله عاديه. حطيت ميه وجواها الكوارع اللي احنا سلقناها قبل كده، او يعني اديناها غلوه قبل كده، وهنحط فيها بقى 7 بهارات وفلفل اسمر وبصل بودر وطماطم وبصل وكمان ورق لورا برضو نفس الحاجة وحبهان، وهنغطيها بقى. هنولع عليها، هي تاخد تقريبا ساعة في حالة الضغط. لو هتعملوها على البوتاجاز عادي بتولعوا عليها من بالليل لمدة ساعتين او لحد ما تحسوا ان هي بدأت تطرى، وبعدين تطفوا عليها وتصحوا الصبح تاني يوم تولعوا عليها برضو، هتلاقوها مش هتاخد منكم وقت خالص واستوت. دي احسن طريقة لو هتسلقوها على البوتاجاز، ان انتوا تسلقوها من قبلها بيوم بالليل، لان هي لما بتقعد وقت اطول في الشوربة يعني من بالليل للصبح يعني ده بيسرع ان هي تتسلق بسهولة. ده بقى بعد ما عدى ساعة، شايفين المنظر عامل ازاي؟ هي استوت زيادة عن اللزوم شوية، بس انا بحبها تبقى يعني مهرية تقريبا. ممكن يعني 40 دقيقة في حلة الضغط وهتلاقوها استوت خالص.
مش قادره اقول لكم شكلها حلو ازاي والريحه خطيره. بالنسبه بقى لطريقتها، يعني انا ممكن اكلها مسلوقه عادي، بس عندي في البيت بيحبوها في الفرن. فطريقتها في الفرن كنت عملتها معاكم قبل كده، فتعالوا مع بعض بقى نفتكر طريقه الصلصه بتاعه الكوارع. هنجيب بقى حله صغيره نحط فيها شويه زيت، وننزل فيها ب3 فصوص مفرومين من الثوم، نشوحهم شويه كده، واول ما ريحه الثوم تطلع ننزل عليهم بربع كوبايه من الخل. الثوم يغلي مع الخل كده دقيقتين، وبعدين ننزل عليهم بحوالي نص كيلو من الطماطم المعصوره او المقطعه قطع صغيره قوي. انا هنا مستخدمه طماطم يعني معصوره او مقطعه جاهزه، بس ممكن تجيبوا طماطم عاديه جدا وتقطعوها قطع صغيره قوي او تفرموها وتضيفوها عليه. ضفت بقى عليهم ملح وفلفل اسمر و7 بهارات ومعلقه كبيره من الصلصه، وسبت الكلام ده كله لحد ما يتسبك على الاخر. في اي بقى صينيه كده او بايركس نحط بقى الكوارع اللي احنا سلقناها، وبعدين نحط فوقيها نغطيها تماما بالصلصه اللي احنا عملناها. هندخلها بقى الفرن لمده ربع ساعه بس، نفتح عليها يا دوبك الشوايه لحد ما تحمر وتوصل للون ده. اول ما تطلع من الفرن هنجيب كبشه شوربه كوارع ونسقيها بيها، ده يخليها تطرى قوي وتديها كده اللمعه اللي موجوده في الفيديو ده. كلوها بقى كده جنب شويه فته، بجد طعمها يجنن، لازم تجربوها بالطريقه دي.